مشروعات الأكلات من البيت كتيرة ومتنوعة، زي الحلويات وحلويات الأطفال، ومشاريع تانية كتيرة مش هنقول عنها دلوقتي، ولكن تابعوا القناة عشان تشوفوها لو عايزين تشتغلوا من البيت، أو حتى لو بتحبوا تعملوا أكلات للبيت وللأولاد. لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة عشان توصلكم الوصفات الحلوة دي والمشاريع الجديدة. المكونات هتكون كوبايتين إلا ربع دقيق، وكوباية إلا ربع كاكاو خام، 3 بيضات، وكوباية الحليب اللي عصرنا عليها الليمون، وفانيليا، وكوباية وربع سكر، ومعلقتين خل، ونص كوباية زيت. هنخلط كل المكونات السائلة في الخلاط، مش هنحتاج مضرب أو أي حاجة. هحط البيض والسكر والحليب والفانيليا والخل وهضربهم كويس. هحط على المكونات الجافة معلقة صغيرة بيكنج صودا ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. أهم حاجة تكون المكونات الجافة دي الدقيق والكاكاو منخولين كويس. وهحط عليهم المكونات السائلة اللي ضربناها في الخلاط. احنا مش هنقلبها كتير، هنقلبها لحد ما نتأكد ان الدقيق اختفى وكل التكتلات بتاعة الدقيق مش موجودة. هجهز كوباية مية مغلية واحط عليها معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، وهقلبهم كويس مع بعض وهحطهم على الخليط. مهم ان تكون المية مغلية، هي بيكون قوامها سائل مش تقيل. اول ما نقلبها كويس هنحطهم في صينية على طول. الصينية انا حاطة من تحت ورقة زبدة، الصينية دي مقاسها 30 في 30. هحط على ربع كوباية مية معلقة قهوة سريعة الذوبان، وهقلبهم مع بعض كويس، واحطهم على موس الشوكولاتة. هحط عليهم كوبايتين حليب، كوباية الموس هتاخد كوباية حليب زي الكريم شانتيه بالظبط. كوباية كريمة بتاخد كوباية حليب. هسقي الطبقة الأولى يا إما بصوص شوكولاتة اللي عملناها وخففه بمية، يا إما هحط معلقة كاكاو مع معلقتين سكر ونص كوباية مية، وأحط الطبقة التانية من الكيك. وبعدين هحط من فوق شوكولات شيبس طعمها تحفة. الكب ده شكله لذيذ جدا وإدمان. سعر البيع مش هيكون أقل من 25 جنيه، يعني مكسبك هيكون فيه حلو جدا. وكمان سعر البيع هتحدديه على حسب المنطقة اللي هتبيعي فيها، ممكن تزودي في السعر أو تقللي على حسب المنطقة اللي انت هتبيعي فيها. وصفة النهاردة عن الكيكة البرازيلية. الكيكة البرازيلية موجود منها وصفات كتير، لكن الوصفة دي مش هتلاقيها عند أي حد، لأني شلت منها مكونات وأضفت لها مكونات. تعالوا مع بعض نشوف مكوناتها ايه وليه شلت منها مكونات وأضفت لها مكونات. أول حاجة هحتاجها في المكونات هي كيك فودج، كنا عاملينه في الفيديو اللي قبليه. استخدمت نص الكمية أو نص الصينية، وقلت استخدم النص الباقي في الفيديو اللي بعديه. أو ممكن تستخدموا أي بواقي كيك أو أي كيكة ممكن تحبوها، هتبقى حلوة جدا في الوصفة دي. أنا جبت كمية الكيك اللي عندي وحطيته في الكبة وفرمته. أنا عايزاه يكون فرم ناعم، مش عايزاه يكون متقطع أو أي حاجة، أنا عايزاه يكون مفروم. الوصفة دي موفرة جدا وسهلة جدا، ممكن تعمليها في أي وقت. يعني ممكن تعملي أي كيك في أي وقت، تحطيه في الفريزر وتطلعيه تفرميه لما تحتاجيه، أو تكوني فرماها قبليها وتحطيها في الفريزر، بتبقى نفس النتيجة تقريبا. هنسقي طبقة الكيك دي لسببين: أول حاجة علشان الكيكة تكون متماسكة أكتر، تاني حاجة عشان طعمها يكون طري ما تكونش مفرولة. هسقيها زي الوصفة اللي فاتت، احط معلقة كاكاو ومعلقتين سكر ونص كوباية مية، وهقلبهم مع بعض. وممكن تحطوا قهوة سريعة الذوبان تقلبوها معاها تبقى طعمها حلو، او ممكن تحطوا شوكولاتة. انا بعد ما سقيتها حطيت صوص شوكولاتة من فوق عشان يبقى طعمها حلو، يعني اختياري، مش لازم تحطي صوص الشوكولاتة عليها من فوق، يعني كفاية قوي تسقيها. هعمل الطبقة التانية، طبقة الكريمة البرازيلية، عبارة عن كوبايتين حليب وصفار بيضة. هنقلبهم مع بعض على البارد الأول، وبعد كده هنرفعهم على النار، وبعدين هحط كوباية حليب مكثف. الحليب المكثف احنا عملناه قبل كده، هسيب لكم الوصفة، هسيب لكم اللينك. هقلبهم مع بعض كويس. احنا مش هنحتاج سكر، احنا هناخد السكر من الحليب المكثف، هو فيه سكر كفاية. وبعدين هحط النشا، كمية النشا على حسب كمية السوائل اللي هحطها. يعني لو حطيت كوبايتين حليب هحط معلقتين نشا، ونقلب الخليط كويس مع بعض لحد ما الخليط يتقل شوية.
احنا مش عايزين الخليط يتقل كتير، احنا عايزينه يبقى كريمي شوية. وهحط معلقة زبدة. معلقة الزبدة هنا بتفرق قوي في الطعم، بتخليها طعمها غني اكتر. يعني جربيها من غير معلقة الزبدة وهتلاقي طعمها فعلا مختلف. لو هنزود الكمية شوية هنزود طبعا صفار البيض، وهنزود الحليب المكثف، وهنزود كل المكونات، بس صفار البيض هيكون اساسي لو زودنا المكونات. يعني لو حطيت كوباية حليب زيادة هحط كمان صفار بيض. كده الكريمة عندي بتكون جاهزة، ما بتحتاجش وقت خالص. اسيبها تبرد شوية مش كتير، علشان لما احطها في العلب ما تكونش سخنة قوي على العلب. هحطها في العلب، مش هحتاج كمية كبيرة عشان لسه هحط كمان شوكولاتة. يعني لو زودنا شوية هنزود شوية عن الكمية اللي انا حطاها دي. احلى حاجة تكون طبقة الكريمة مش كبيرة، بتكون طعمها احلى طبعا مع الكيك. الوصفة الأساسية للكيكة البرازيلية بتكون مليانة بالحليب المكثف وفيها كريمة، بتكون مكلفة جدا، بس طبعا بيكون طعمها حلو. هنعملها في مرة مع بعض. ولكن الكريمة هنا طعمها حلو جدا وكمان اقتصادية. كل اللي دقها عجبته جدا وحاول يعرف هي مكوناتها ايه. كانوا بيقولوا طعمها حلو قوي مش زي اي كيكة تانية، كانت بتعجبهم جدا. وبعدين هحط الشوكولاتة دي انا بشرها عادي بالسكينة. يعني تجيبي قالب الشوكولاتة او قطعة الشوكولاتة تكون كبيرة شوية وتعمليها بالسكينة. بعد ما ببشر الشوكولاتة بدخلها في التلاجة شوية تكون متماسكة عشان ما تكونش سايحة على الطبقة دي. طبعا طبقة الكريمة هحطها في التلاجة الاول تبرد خالص، يعني لازم تبرد تماما عشان لو حطينا الشوكولاتة عليها الشوكولاتة ما تسحش. بيكون طعمها حلو جدا، هتحسوها ان هي مختلفة عن اي كيكة جربتوها، كمان خفيفة جدا مش تقيلة، ما بتاخدش وقت، يعني اقل من نص ساعة هتكون جاهزة. اهم حاجة يا جماعة امشوا على المقادير اللي عملتها بالظبط، هتكون طعمها حلو جدا. لو حابين تبيعوها سعر بيعها مش هيكون اقل من 25 جنيه، واللي هيجربها هياخد منها كتير. دايما اللي كان بياخد منها 5 قطع على الاقل، وكان بيرجع ياخد منها تاني. يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم. اكتبولي في التعليقات رأيكم، او لو حابين تعرفوا اي استفسار او اي تفاصيل هرد عليكم على طول. وكمان ممكن تشاركوني الوصفات على جروب الفيسبوك. وصفة النهاردة او مشروع النهاردة مش محتاجة اقول عنه، هي باينة من شكلها، هي الكنافة بالمانجا. اول حاجة هعملها هجيب الكنافة احطها في الفريزر، ولما تجمد خالص هخرجها واكسرها بايدي. هتتكسر لحتت صغيرة وهتكون سهلة جدا. نص كيلو كنافة بياخد نص كوباية زبدة او اقل كمان، مش هنحتاج زبدة كتير. اخلط الكنافة مع بعض لحد ما الزبدة تختفي تماما. يعني انا عايزة الكنافة كلها تبقى شاربة زبدة، ما يبقاش فيه كتل بسبب الزبدة. هنشغل الفرن من تحت بس مش هنشغل الشواية، ولازم نخلي بالنا منها كويس جدا لان هي فجأة بيبقى لونها بيحمر، لازم نخرجها ونقلبها وبعد كده ندخلها تكمل لون. تاني حاجة هعملها هي المانجا. انا بحب اقشر المانجا الاول عشان اعرف اخد منها شرايح تكون كلها شكل واحد وحجم واحد، وكمان مش هعرف اقطعها القطع لو انا ما قشرتهاش الاول. كمية المانجا اللي انا هحتاج النهاردة في الوصفة هي كلها 2 كيلو، مش هحتاج اكتر من 2 كيلو. هاخد الشرايح الكبيرة من المانجا وهسيب المانجا اللي حوالين البذرة. المانجا دي مش هسيبها، انا هعمل بيها عصير مانجا، يعني هاخد منها عصير مانجا عشان اعمل الكريمة. هقطعها شرايح بالعرض عشان تكون متماسكة اكتر. سمك المانجا ده حلو جدا، يعني ما ترفعيش عن كده عشان ما تتكسرش منك كنتي بتحطيها في الكوبايات. انا هحتاج للكريمة كوبايتين كريم شانتيه او ربع كيلو من الكريم شانتيه، وهحتاج معاهم كوباية حليب، كوباية عصير مانجا، المانجا اللي احنا طلعناها من اللي حوالين البذرة. الكريمة السائلة بتخلي الكنافة طرية. هحط كمية بسيطة من الكريمة في الكوبايات، وبعدين هحط الكنافة. اهم حاجة طبقة الكريمة تبان. في ناس بتحط المانجا الاول على الكنافة وده غلط جدا، علشان المانجا بتنزل ميتها على الكنافة والكنافة بتطرى جدا ويبقى طعمها مش حلو. وهحط شرايح المانجا مايلة شوية بيكون شكلها احلى كده.
حاجة مهمة جدا لما نيجي نقطع المانجا، ما نسيبهاش فترة طويلة في التلاجة، يعني نقطعها قبل ما نحطها في الكوبايات على طول. المانجا هنا مكعبات، انا هحط كمية المانجا في الكب من فوق. ممكن تعملوها طبقات، ممكن تحطوا المانجا وسط الكب وتحطوها فوق، بس انا حبيت احط كل كمية المانجا من فوق، بيكون شكلها احلى، وكمان عشان اضمن ان المانجا ما تنزلش ميتها على الكنافة، والكب يحتفظ بشكله فترة طويلة. اكتر حاجة بتخلي الكنافة طرية المية اللي بتنزل من المانجا، وكمان الكريمة لما تكون سائلة. لازم الكريمة تكون قوامها معتدل، لازم نخلي بالنا من التفاصيل دي علشان محدش بيحب الكنافة تكون طرية. الكنافة لما بتكون مقرمشة بيكون طعمها حلو جدا، كمان بتدي احساس ان هي فريش لسه معمولة دلوقتي. لما تختاري الاكواب اللي هتطلعيها اوردرات لازم يكون ليها غطا، بيكون سهل جدا في شيلها وتعبئتها. الكبين شكلهم حلو جدا سواء الصغير او الكبير، ولكن كب الكنافة بيكون احسن في البيع لما بيكون صغير، ودي عن تجربة. كل معلقة هيكون فيها كمية مانجا كبيرة، وكمان هتكون محتفظة بالطبقات. علشان كده انا محبش احط كمية المانجا من وسط الكب، انا بحب احط كل الكمية فوق. سعر بيع الكب الكبير مش اقل من 25 جنيه، اما سعر البيع الكب الصغير مش اقل من 15 جنيه. طبعا سعر البيع زي ما قلنا قبل كده على حسب كل منطقة، ممكن تقللي او تزودي زي ما تحب. انا احتجت في الوصفة دي 2 كيلو مانجا، نص كيلو كنافة، وربع كيلو من الكريم شانتيه. ده كل اللي احتاجته في الوصفة. الكمية دي طلعت لي 17 كب من الكنافة بالمانجا، 8 أكواب صغيرة و9 أكواب من الكب الدائري الكبير. النهاردة هنعمل موتشي بدقيق الرز العادي. معروف ان الموتشي بيتعمل بدقيق الرز اللزج، ولكن دايما دقيق الرز اللزج مش متوفر، فهنعمله بدقيق الرز العادي. وازاي العجينة تكون بتمط زي دقيق الرز اللزج بالظبط، بجد يستحق التجربة. هي عبارة عن كوباية من دقيق الرز، وهحط معاها فانيليا و3 معالق سكر باودر، وهحط كوباية من المية الساخنة أو المغلية. أهم حاجة تكون المية مغلية، مش هحط المية مرة واحدة، هحط المية بالتدريج، علشان في أنواع من الدقيق ما بتاخدش كمية المية كلها. ولكن هنا أنا احتجت كوباية من دقيق الرز، احتجت عليهم كوباية من المية المغلية. ده النوع اللي أنا استخدمته، هو دايما متوفر. أنا محتاجة العجينة ما تكونش فيها مية كتير ولا تكون جامدة، عايزة العجينة تكون شبه المعجون زي كده بالظبط. هغطيها بستريتش وهعمل فيها فتحات بالسكينة، وهدخلها الميكرويف لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين هلاقي ان العجينة استوت من على الجناب، هقلبها، هتكون تقيلة شوية، هقلبها وادخلها تاني الميكرويف لمدة دقيقة ونص. كده العجينة بتكون استوت، بتكون تقيلة معايا جدا وانا بقلبها. هاخدها اعجنها وهي سخنة كده، لازم نعجنها وهي سخنة، مش هينفع نستناها تبرد وبعد كده نعجنها علشان بتنشف. اهم حاجة وانا بعجن العجينة هحط معلقتين زيت او معلقة زبدة، والاحسن معلقة زبدة، بتخلي العجينة طرية معايا جدا وسهلة. كل ما نعجن اكتر كل ما العجينة تكون بتمط، سر مطة العجينة هي العجن. هحط معلقتين من النشا عشان افرد عليهم العجينة، واغطي العجينة كويس بالنشا وهفردها. ممكن نقطع العجينة بقطاعة او بكوباية لو عايزين حجم الموتشي يكون صغير. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، ولكن انا هفردها كبيرة شوية علشان احط فيها ايس كريم. حجم بولة الايس كريم بيكون كبيرة، فعايزة العجينة تغطيها من كل حتة. هاخد بولة صغيرة او اي طبق مدور عندكم، وهحط فيه نشا عشان افرد جواها العجينة، عشان عايزاها تكون مدورة زي الموتشي اللي بيتباع في المحلات. اهم حاجة واحنا بنفردها ما تتقطعش معانا علشان نعرف نقفلها من غير ما تتعبنا. وهحط بولة الايس كريم وهو متجمد، وهقفل عجينة الموتشي على ايس كريم، وهشيل الزيادات منها. بصوا شكله حلو ازاي، سهلة جدا، شكله حلو ومظبوط.
نفس حجم الموتشي اللي بيتباع في المحلات بالظبط. كده الموتشي بيكون معايا جاهز، هشيله في الفريزر يتجمد. في المحلات دايما بيبيعوه متجمد، بيكون بارد جدا، ولكن الأحسن عشان تحسوا بطعم الموتشي ما تكونش عجينة الموتشي متلجة جدا، علشان تحسوا بمطة الموتشي. طعم الموتشي بيكون أحلى. طعم العجينة مش زي أي عجينة تانية، طعمها مختلف، طعمها حلو جدا ولذيذة. الموتشي سهل جدا وبسيط، ما بيحتاجش خطوات كتير. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وياريت لو عجبكم ياريت تدوسوا لايك، وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم الوصفات الجديدة. أشوفكم على خير في فيديو جديد.